في البداية كده بيقول لي how can you maintain a healthy and balanced diet. طيب يعني ايه nutrition؟ او ازاي بحسب الكالوريز لو حد مثلا وزنه عاوز يزيد ياكل ازاي؟ حد عاوز يخس يعمل دايت ياكل ازاي؟ تعال نعرف الاول يعني ايه nutrition. قال لي nutrition is a process by which a person take in a use food. يعني دي العملية أو الطريقة اللي بتقولك كيفية أكل الشخص اللي قدامك. يعني دايما في مثال كده في اللغة العربية بيقولك أنت ما تأكل. الشخص بيبان عليه شكله من أكله. فاهماني؟ شخص بياكل ايه. كتير جدا جدا هيبقى سمين، شخص أكلته ضعيفة زي ما احنا بنقول كده هيبقى نحيف. فانت ما تاكل. تمام. قال لي هنا الفود سبلاي building blocks and energy to maintain body mass. طبعا احنا عارفين الفود اصلا اهم سورس للانرجي للهيومن بودي. طيب بعد كده the daily input of energy from food should equal the amount of energy person has daily. يعني لازم كمية الأكل اللي ناكلها يا ملاك يوميا تكون equal than the amount of energy a person use. يعني مثلا احنا جسمنا بيحتاج 1500 كالوريز، يبقى اكل اكل بيحتوي على 1500 كالوريز. لو اكلت اكتر من كده جسمي هيخزنه فهيبقى الشخص سمين. لو اكل اقل من كده الشخص ده هيخس عشان هو اكل اقل من احتياجات جسمه. فاهمه الجزئيه دي؟ ايه. طيب ايه هي الكالوريز؟ قال لي الكالوريز دي it is unit used to measure the energy content of food. دي الحاجة او القيمة اللي بتحسب لنا مقدار الطاقة اللي في الطعام. يعني انا مثلا اكلت في الفطار 500 كالوريز، في الغداء 500 كالوريز، في العشاء 500 كالوريز. تمام، انا عرفت منين هم 500 كالوريز؟ الاكل اللي انا اكلته حسبت سعراته، فعشان كده بقت الكالوريز هي اليونت اللي بتستخدم to measure the energy content of food. ماشي. a calorie is equal to 1 kilo or 1000 calories with a lower cases. A calories is the amount of heat needed to raise the temperature of 1 mole of water by 1 Celsius. يعني ايه؟ قال لي الكالوري دي هي مقدار ال الطاقة بمعنى صح، او الكمية اللي انا محتاجها عشان ارفع درجة حرارة الجسم واحد، او عشان 1 مول في كل ايه، في كل واحد درجة سيليزيوس. يعني عشان ارفع درجة حرارة 1 مول من المية او ملي متر من المية في درجة 1 سيليزيوس. قال لي the energy content of food can be measured by braining the food and covering store energy to heat. المرة اللي فاتت أخدنا digestive system يا ملاك، وقلنا إن فين المكان اللي بيحصل فيه absorption للفود؟ صغيرة أوي. كان فين؟ قلنا اللي الفود. شو يسوي؟ احنا كان بيحصل absorption للفود فين؟ فين المكان؟ كان في الانتستين، في السمول انتستين. قلنا كان السمول انتستين فيها فيلاي او فيلا صغيرة كده بتتكون من الكابيلاريز. لما اخدنا شكل الكابيلاريز عندي ارتس وفين وعندي الليمفاتيك كانال. المكان ده هو اللي كان بيحصل فيه ابسوربيشن للايه، للفود. فهو بيقول لك يعني دلوقتي مثلا انا اكلت وجبه غذائيه او وجبه غذائيه يا ملاك، انا جسمي هيستفاد منها ازاي؟ كان طبعا بيعدي على الدايجستيف سيستم الاول، وبعد كده بعد ما الاكل يتكسر يحصل له بريك داون زي ما احنا قلنا، يحصل بريك داون للكربوهيدرات والليبيد والبروتين. بعد كده يحصل للمواد دي absorption في السمول intestine. بعد كده تمشي في الايه circulatory system بتاعي عشان جسمي يستفاد منها. طيب برضو ايه اللي حصل؟ قال لي بقى ان لما الفود ده بيحصل له burning او بيحصل burning the food، ده بيعمل ايه بقى يا ملاك؟ قال لي ده ستور انرجي تو هيت، بيخزن الطاقة عندي او بيخرج لي الطاقة في صورة حرارة. يعني انا بقدر ان انا اتحرك اعمل كل الوظائف الحيوية بتاعتي. ماشي. not all foods have the same energy content. مش كل الاكل فيه نفس السعرات الحرارية. طبعا احنا عارفين الشوكولات مثلا مش زي البروتين، مش زي العسل، مش زي الميلك. طبعا انت عارفة الموضوع ده. قال لي the same mix of different food doesn't allow equal the same number of calories. مش كل الطعام او الأطعمة المختلفة بتحتوي على أرقام مختلفة من الايه، الكالوريز. قال لي 1 جرام of fat contain 9 جرام of carbohydrate or protein contain 4 calories. يعني ايه الكلام ده؟
بصي كده، يعني انا مثلا يا ملاك عايز يقولك خلاصة الباراجراف ده ان الواحد جرام of carbohydrate don't equal than 1 جرام of lipid. يعني انت لو اكلتي 1 جرام من الكربوهيدرات، زي ايه 1 جرام من الكربوهيدرات؟ اكلت حباية عنب مثلا، ماشي؟ ايه. طيب حباية عنب لو اخدت قد حباية العنب 1 جرام من الزبدة اكلتها، هل الكالوريز اللي جسمي حصل عليها من العنب قد الكالوريز اللي جسمي حصل عليها من الزبدة؟ لا. لا. ليه بقى؟ مين اللي المفروض تكون الكالوريز بتاعته اعلى من وجهة نظرك كده؟ الزبدة. مظبوط، الزبدة. يعني لو 1 جرام من الكربوهيدرات بيساوي 5 كالوريز، فال1 جرام من الليبيدز ممكن يساوي 10 كالوريز أو 9 كالوريز. ده اللي أنا عايزة أقوله لك. الكالوريز بتاعة الليبيدز أعلى بكتير جدا من الكالوريز أوف كربوهيدرات. ماشي؟ طب البروتين، تفتكري البروتين أعلى من الكربوهيدرات ولا أعلى من الليبيد؟ إيه كيف؟ رأيك؟ البروتين الكالوريز بتاعته تكون اعلى من الكربوهيدرات ولا اعلى من الليبيد؟ أعلى من اللبن. لا، هو البروتين في الرينج ما بتوين الكربوهيدرات والليبيدز. يعني ايه؟ مثلا لو انا اكلت 1 جرام مثلا لحمة او فراخ او دجاج، مش بيديني كالوريز كتيرة. بالعكس، ده احنا لما بناكل بروتين كتير مش بيعمل ايه؟ زيادة في الوزن. عكس لو اكلنا كربوهيدرات كتير او ليبيدز كتير بيعمل ايه؟ بيعمل زيادة في الوزن. البروتين مش بيحصل له بيرنينج في البلد، مش بيحصل له احتراق. امال بيحصل له ايه؟ البروتين ده بيتكون بعد كده عشان يغذي الأنسجة عندي او يغذي المسلز بتاعت الجسم. فالافيد لي ان انا اكل بروتين. البروتين الكالوريز بتاعته قليله، والفيجيتابلز والفروتس الكالوريز برضو بتاعتها قليله. ماشي يا ملاك؟ طيب تعالي كيف؟ مثلا نشوف الجدول اللي قدامنا ده. بيقول لك مثلا بعض الرياضات ممكن لو لعبتيها تخلي جسمك يحرق كالوريز، زي مثلا البيسبول. لو انا لعبت بيسبول ممكن جسمي يحرق 282 كالوري. باسكت بول في الساعة طبعا 564. لو ركبت الدراجة بحرق من 240 ل 410. الفوتبول الكورة بحرق 400 540 كالوريز. اكتيفيتي مثلا زي الهاكينج والباك بيكينج والتزحلق على الجليد والجوينج وسكورز، كل الحاجات دي جايب لك مثلا مثال على على الرياضة اللي ممكن امارسها تخليني، او الاكتيفيتيز اللي ممكن امارسها تخليني احرق ايه كالوريز اكتر. طبعا انت عارفة اي حد بيخس او بيبقى وزنه كبير جدا بيحتاج ان هو مع الدايت يعمل ايه؟ رياضة، زي انه يروح الجيم. ليه؟ بيبقى في نفس الوقت بيقلل الفود، بيقلل الطعام بتاعه، فجسمه بيكون محتاج كالوريز. صح يا ملاك؟ انا مثلا ايه. دلوقتي المفروض الطبيعي اكل 1500 كالوريز، اكلت 1000 كالوريز بس. طب ال 500 التانيين جسمي هيجيبهم منين؟ زي ما خدنا الحصه اللي فاتت قلنا، او زي ما خدتي قبل كده، ان الكربوهيدرات بيحصل لها ستور، تتخزن في جسم الانسان في حاجه اسمها جلايكوجين. والجلايكوجين ده اما يكون في الليفر او في الايه ماسلز. يعني انا جسمي بيبقى محوش دهون اللي هي الليبيدز، او محوش كربوهيدرات. فانا لما اخس او اكل قليل جسمي بيبقى محتاج طاقه، فيجيب الطاقه بتاعته من الايه؟ من الكربوهيدرات اللي هو مخزنه قبل كده، فيبدا الشخص يخس. كمان مع ممارسه الرياضه جسمه يخس اكتر. تمام كده؟ ده اللي هو عايز يفهمه مم. لك هنا يعني. تمام، تعالي بقى نشوف الكربوهيدرات ونشوف هي موجودة فين. أول حاجة، الكربوهيدرات احنا عارفين ان هي it is a type of macromolecules، نوع من انواع الماكروموليكيولز او الجزيئات الضخمة اللي هي الكبيرة العملاقة. بلاقيها في الباستا وفي البوتيتو وفي الاستروبري والرايس. قال لي كل الحاجات دي بتبقى contain a high proportion of carbohydrates. كل الطعام ده بيبقى فيه نسبة كربوهيدرات عالية. الكربوهيدرات اللي هي السكريات او النشويات يا ملاك بشوفها في الفاكهة وفي الخضار، بشوفها في المخبوزات، في الرز، في الدقيق، في القمح، في كل الحاجات دي. الكربوهيدرات في حاجات كتيرة جدا، ماشي، من لها مصادر كتير. طيب السمبل يونت اوف كربوهيدرات هي مين؟ درستيها قبل كده. اصغر يونت في الكربوهيدرات او اصغر حاجة في الكربوهيدرات بقول عليها ايه؟
السمبل شوجر اوف كربوهيدرات مين هو؟ شو هو؟ اللي هو الجلوكوز. سمبل شو يونت. اسمه؟ جلوكوز. جلوكوز. ايه معايا يا ملاك؟ هي هي. الجلوكوز اصغر او السمبل يونت اوف كربوهيدراتس. يعني الكربوهيدرات السكريات دي اقل حاجه فيها او اصغر حاجه فيها هي الجلوكوز والفركتوز والسكروز دي. يعني ايه؟ جايب لك اكزامبلز على الكربوهيدرات. الجلوكوز بلاقيه في اي كربوهيدرات باكلها في حياتي. الفركتوز ده بلاقيه في كل الفاكهه. والسكروز برضو بلاقيه في معظم الفاكهه. ماشي. قال لك هنا جلوكوز فركتوز سكروز ار سيمبل كربوهيدرات. يعني هي الكربوهيدرات بسيطة أو صغيرة. بلاقيها فين؟ في الكربوهيدرات كلها. قال لي هنا موجودة في الفروتس وفي الصودا بوب وفي الكاندي. قال لي هنا أما الكومبلكس كربوهيدرات، الكربوهيدرات بقى المعقدة اللي الجسم بياخد وقت عبال ما بيكسرها زي ما خدنا في الأميليز كده. الأميليز هو اللي بيعمل بريك داون للكربوهيدرات. مظبوط. طيب قال لي complex carbohydrates are macromolecules such as starch. يعني ايه الستارش؟ يعني النشا. الستارش ده احد الكربوهيدرات المعقده اللي موجوده عندي في البلانت، والبلانتس بتستخدمه في الفانكشن بتاعتها. قال لي which are long chain of sugar. اطول سلسله او اطول مركب او اكبر مركب في الكربوهيدرات يا ملاك هو حاجه اسمها ستارش. اما السمبلست يونت اللي هي اصغر حاجه اللي هي الجلوكوز والفركتوز والسكروز. ماشي، عشان لو اتسالت فيهم او جولك في الامتحان. يبقى كومبلكس كربوهيدرات such as مين؟ الصغير لا هذا لا، الكومبلكس اسمه ستارش. اما لو قال لي simplest unit او small unit او simple unit of carbohydrate السمول هو اللي هو اقول له الجلوكوز. جلوكوز. صح؟ صح. واقول له فركتوز. واقول له سكروز. اي واحده من الثلاثه صح. يبقى كومبلكس كربوهيدرات يعني كربوهيدرات معقده زي الستارش. سيمبل او سيمبلست كربوهيدرات such as جلوكوز فركتوز سكروز. اي واحده فيهم اللي كلهم ايه صح. بعد كده بيقول لك which are. الستارش ده بقى بلاقيه في معظم الاكلات اللي احنا بناكلها، معظم المخبوزات. يمكن كل المخبوزات بلاقي فيها الستارش. عشان كده بيكون الشوجر اللي جواها او الكربوهيدرات اللي جواها بتبقى كومبلكس. قال لي which are long chain of sugar. دي اكبر جزيئات في الشوجرز او الكربوهيدرات. food such as figure 7 اللي قدامنا ده have high starch contain. يعني انا لو اكلت الاكل ده اللي هي الباستا والمخبوزات والقمح وكل الحاجات دي فيها نسبة كبيرة جدا من الستارش. ماشي. قال لي as do some vegetables. في بعض الخضار الفيجيتابلز برضو يا ملاك بيكون فيها نسبة من الستارش بس بتبقى نسبة قليلة، مش زي اللي بيكون موجود عندي في المخبوزات. تمام كده؟ في أي مشكلة هنا؟ لا. بعد كده بيقول لي complex carbohydrate are broken down into simple sugar in the digestive tract. تمام، دي معلومة قديمة خدناها المرة اللي فاتت. قلنا لما انا باكل اي complex carbohydrates او باكل اي مخبوزات، مين اللي بيخرج في الفم عندي او مين اللي بيخرج في الماوس؟ قلنا انزيم الاميليز او اميليز انزيم. بيعمل ايه؟ كنت لسه بسألك وانت قلت بيكسر الايه؟ الكربوهيدرات او بيعمل بريك داون للكومبلكس كربوهيدرات. بيحولها من كومبلكس كربوهيدرات لسيمبل شوجر اوف كربوهيدرات. تمام يا ملاك؟ تمام. تمام. طيب بعد كده يحصل لها ايه؟ بعد ما اعمل بريك داون للكربوهيدرات يحصل لها ابسوربيشن فين؟ سؤال انا سألته لك برضه من شويه. شو يسوي؟ بعد ما عملنا بريك داون للكربوهيدرات باي اميليز انزيم ان ماوس بيحصل للطعام او للفود بتاعي. بصي يا ملاك، احنا دلوقتي اكلنا كومبلكس كربوهيدرات. مظبوط كده؟ تعالي ايه. نربط الدرس ده بالدرس بتاع المرة اللي فاتت. طيب لما كنا بناكل كومبلكس كربوهيدرات مين اللي كان بيخرج من الفم عندي؟ انزيم ايه؟ لا، ما يليز. حلو، كان بيعمل بريك داون لمين؟ المشويات والسكر. ماشي، عشان يحولها من كومبلكس لسيمبل. يعني يحولها من الستارش للجلوكوز.
مش الستارش ده مثال على الكومبلكس، والجلوكوز مثال على السيمبل شوجر. هو ده اللي هو بيقوله لك. بيقول لك هنا بيحصل لها، بس كده، بيحصل لها بريك داون عندي اهيت. قال لك انتوا سيمبل شوجر ان دايجستيف تراك، سيمبل شوجر. قال لي هنا ار absorbed through villi in the small intestine into the blood stream. بعد كده لما تتحول عندي لجلوكوز قلت لك بيحصل لها ايه؟ بتبدا السمول انتستين عندي تعمل لها ابسورب، وبعد ما تعمل لها ابسورب بتروح فين؟ في السيركيولاتري سيستم عن طريق الفيلاي اللي موجوده في الانتستين اللي خدنا شكلها المره اللي فاتت. تمام. طيب انا استفدت ايه برضو بعد ما جسمي عمل كل ده يا ملاك؟ استفدت ان الفود اللي حصل له absorption ده، انا تو بروفايد انرجي حصلت منه على طاقة عشان اقدر اتحرك وامارس حياتي. ماشي كده. اوكي. طب انا لو اكلت كربوهيدرات كتيرة بتكون فين؟ جسمي بياخد اللي هو عايزه، والزيادة قال لك بيحول هنا excess glucose in store in liver in the form of glycogen. بياخد بقى يا ملاك الكربوهيدرات اللي احنا اكلناها زيادة، يحطها عندنا في الليفر وفي المسلز ويسميها جلايكوجين. يبقى الجلايكوجين ده شكل الكربوهيدرات اللي حصل له ستور in human body. عشان في حاجتين دلوقتي هناخدهم. بص يا ملاك، زي ما احنا بناكل كربوهيدرات زيادة عن حاجة جسمنا، النبات هو كمان بياخد كربوهيدرات زيادة عن حاجة جسمه. ماشي. اوكي. بس احنا جسمنا لما بيخزن الكربوهيدرات بيخزنها في صورة حاجة اسمها الجلايكوجين. اما النبات لما بيخزن الكربوهيدرات بيخزنها في صورة حاجة يا ملاك اسمها سيلولوز. وصلت معاكي؟ اوكي. يبقى ما اجي اقول لك what's different between glycogen and cellulose هتقولي لي glycogen it is a complex carbohydrate in human body. أما السليلوز it is a complex carbohydrate in plant. ماشي. واحد تمام. بيكون في الإنسان، واحد بيكون في البلانت. طب الجلايكوجين جسم بيوديه فين؟ بيحطه في مكانين، بيحطه في الليفر وبيحطه في المسلز. ماشي. اوكي. تمام، فاهمة كويس. كيف فاهمة، بس بعد عقب برجع أراجع مرة ثانية. ماشي تمام، بس الجزئية اللي بشرحها بيبقى تمام فيها يعني. هو كده كده انت لازم هتراجعي تاني. تمام. قال لك هنا السليلوز cold هنا another complex carbohydrate found in plant food also human can't digest fiber. يعني ايه؟ بصي كده، معظم الفاكهة اللي احنا بناكلها بيكون فيها حاجة اسمها فايبرز او ايه او الياف، في جسمنا مش بيعرف يهضمها يا ملاك. تمام. احنا المرة اللي فاتت قلنا لو اكل حصل له دايجيشن ده بيحصل له ابسوربيشن في السمول انتستين. اما لو اكل ما حصلهوش ابسوربيشن بيروح فين؟ في اللارج انتستين عشان جسمي ايه يخرجه. طيب. طب الفايبرز دي مهمة ليه؟ احنا ليه بناكل مثلا فاكهة وخضار؟ الفايبرز اللي فيها دي بتسهل عملية الدايجيشن سيستم او دايجيشن فود. قال لك هنا it is important ليه؟ لو جالك في امتحان مثلا وقال لك discuss the fiber is an important for human ايه body مثلا أو human digest. هقول له it is important because fibers help keep food moving through the digestive ايه tract. بيسهل عملية هضم الطعام. ماشي كده. غير كده قال لي in and helps with the elimination of wastes، وكمان بيخرج عندي او بيسهل عملية الاخراج الفضلات من جسم الإنسان. ماشي يا ملاك، في أي حاجة صعبة؟ لا. تمام. كده الكربوهيدرات خلصت. تعالي بقى نشوف الفاتس. طبعا احنا لسه من شوية كنا بنقول ان الكالوريز اللي موجودة في الكربوهيدرات اقل من الكالوريز اللي موجودة عندي فين؟ في الايه؟ في الفاتس او في الليبيدز. يعني الليبيدز هي اللي اكبر. طيب لما اجي اقول ايه اعرف الفاتس او اقول هنا definition بتاع الفاتس، هقول ان الفاتس هي كمان it is a type of macromolecules. طيب تعال نشوفها كده. بيقول لي هنا improper amount fats are essential part of healthy diet. الفاتس مهمة جدا عشان الأنظمة الغذائية بتاعتنا. طب مهم في ايه؟ ما احنا الفاتس دي لو أكلناها بمقدار بسيط يا ملاك هتدينا طاقة،
هتدينا انرجي، مش هتزود الوزن. انما لو اكلنا نسبة كبيرة جدا من الفاتس هتعمل ايه؟ هاي ويت، هتزود وزن الانسان. ماشي. بيقول لي هنا fats are the most concentrated energy source available to the body. بيقول لك هي احسن او افضل نسبة انرجي تدخل لجسم الانسان. and they are building block for the body، كمان هي بتعتبر وحدة بنائية لجسم الإنسان. Fats also protect some internal organs and help maintaining homeostasis by providing energy and by storing and transporting vitamins. هفهمك يعني ايه كل الحاجات دي. درستي قبل كده السيل ممبرين او السيل وول؟ لا. السيل ممبرين اللي هو غشاء الخلية، مش احنا عندنا انيمال سيل وبلانت سيل؟ كيف؟ تمام. الغلاف اللي بيغلفهم من بره حاجة اسمها السيل وول او السيل ممبرين اللي هو الغشاء البلازمي ده. اصل تكوينه بيتكون من الفاتس. عشان كده الفاتس مهمة في جسمنا. مهمة ليه؟ قال لي عشان تحافظ على الهوميوستاتس. يعني ايه هوميوستاتس؟ يعني حاجة، يعني الفاتس دي بتحافظ على توازن الجسم الداخلي from external condition. يعني ما بتخليش السيلز بتاعتك تتعرض لأي external condition تأثر عليها زي التمبريتشر أو البي اتش، فبتحافظ على التوازن بتاعها. ده اللي هو قصده يقوله لك. غير كده ان هي كمان بتشتغل، او الفانكشن بتاعها قال لي ان هي بتشتغل ستورنج، بتخزن اند ترانسبورتنج فيتامينز. الفيتامينز مركبات كبيره، ما بتعرفش تتحرك في السيركيولاتري سيستم بتاعتنا، فبتتحد مع الفاتس يا ملاك عشان تقدر تتحرك. فالفاتس هنا مهمه عشان الفيتامينز تعرف تتحرك في السيركيولاتري سيستم. ماشي. لو الفاتس ما كانتش موجوده كان جسمنا مش هيعمل ايه؟ ابسوربيشن للفيتامينز. فهمتي كده قصدي؟ كيف؟ تمام. الفاتس في منها نوعين، في منها saturated وفي منها unsaturated. يعني ايه؟ نوع بيكون مشبع، خفيف الكيمياء، ممكن تكوني خفيف الكيمياء، وانساتيوريتد زي اللي موجود مثلا عندك هنا الزيت ده قدامك وعندك الزبدة، اللي بتكون موجودة في الميتس والتشيز and other ordinary products are source of saturated fats. طب انا انه الصحي احسن؟ قالك هنا ان الهاي دايت insaturated fat may result in high blood level of cholesterol. لما الانسان بياكل اكل فيه saturated fats يعني دهون مشبعه، اللي احنا بنقول عليها بالعربي كده دهون مشبعه، زي الفاست فود ومعظم الاكلات اللي بتتعمل في الزيت يا ملاك، الاكلات دي بتحتوي عندي الفاتس اللي بتبقى فيها بتبقى saturated. طب هل دي صحيه؟ قال لك لا دي مش صحيه. لانها بتعمل ايه؟ قال لي هاي بلاد ليفل اوف كوليسترول، بتعلي الكوليسترول بتاع الدم، فبتسبب لي امراض. ماشي يا ملاك؟ كيف؟ زي الزيوت المهدرجه كده. طب ايه الصحي؟ الصحي ان انا اخد زيوت غير مهدرجه او غير مشبعه، زي زيت الزيتون مثلا، زي الزبده الحيواني النظيفه، الحاجات دي يعني. طيب قال لي plants are the main source of unsaturated fat. البلانتس اهم مصدر للانساتيوريتد فاتس، زي مثلا لما بنخرج من عباد الشمس زيت بنقول زيت الذرة، زيت عباد الشمس. الزيوت دي unsaturated فات يعني مش مؤذية للإنسان، عكس الزيوت اللي هي بتبقى ساتيوريتد دي اللي بتبقى مؤذية لصحة الايه؟ الإنسان. طيب، طب هل معنى كده ان انا لو اكلت فاتس فيها unsaturated فاتس او اخدت زيوت يا ملاك unsaturated كتيرة، هل معنى كده ان هي مش هتضرني؟ لا طبعا. اي شيء لما بيزيد عن حده طبعا احنا عارفين بيتقلب ضده، احنا بنقولها كده في مصر. يعني ايه؟ انا مثلا حاجة مفيدة بالنسبة لجسمي، بس قاعد باكل منها نسبة كبيرة جدا، مصيرها هتبقى ايه؟ اكيد هتيجي عليا وقت وتضرني، صح؟ كيف؟ عشان انا افرطت في تناول الشيء ده. فهو ده اللي بيقول لك الانساتيوريتد فات مهمة جدا لجسمنا، بس هنا which are not associated with development of heart disease. لو انا تناولتها كتير هتعمل لي مشاكل في الهارت disease. تمام. a general rule in the saturated fats are solid. شكل الساتيوريتد فات عشان تعرفيه ازاي افرق الساتيوريتد عن الانساتيوريتد. الساتيوريتد بيبقى معظمه سولت زي الزبدة مثلا، في الطبيعي بتبقى صلبة في درجة حرارة الغرفة، ده اللي هو عايز يقولهولك، زي الزبدة. طب الانساتيوريتد
بيبقى ليكويد at room temperature، في درجة حرارة الغرفة بيبقى ليكويد. يبقى مثلا لو قال لي example for saturated، هقول الباتر اللي هي الايه الزبدة. example for سوري معلش. example for saturated هقول له الباتر. example for unsaturated هقول له الايه الاوليف اويل اللي هو زيت الزيتون مثلا. ماشي يا ملاك، في اي مشكلة لحد هنا؟ لا. تمام. قال لي contain less saturated fat than the butter، يعني اللي فيها دهون مشبعة قليلة مش بتضر برضو، اللي هي الباتر الزبدة، بس طبعا لو أكلت منها كتير بتعمل لي مشكلة. حاجات صحية زي الساتيوريتد وتكون صحية في نفس الوقت، قال لي زي الأوليف أويل، ده بيكون liquid at room A temperature. قال لي as the matter moves through the body chemical elements are recombined to form different products. Fats are digested in small intestine. نرجع لحتة في الدرس بتاع المرة اللي فاتت، قلت لك فين المكان اللي بيعمل بريك داون للفاتس، او مين مسؤول عن بريك داون للفاتس؟ خدناها المرة اللي فاتت. في الدايجستيف سيستم. مين فين في الدايجستيف سيستم بالظبط؟ شو اسمه هو؟ المرة اللي فاتت خدنا الليفر، وقلنا ان ايه. الليفر بيخرج مادة اسمها ايه؟ بايل، او الصفراء او العصارة الصفراوية، صح؟ هي الصفار. اه، بيعمل ايه بقى؟ مسؤول عن ان هو يعمل بريك داون للفاتس، ويكسرها من كومبلكس فاتس لفاتي اسيد او دهون صغيره جدا جسمي يقدر ان هو يتعامل معاه. عشان كده بيقول لك ان فاتس are digested in small intestine and are break down into fatty acid and glycerol. بيتكسر عندي الفاتي اسيد والجليسرول فين بقى؟ قلنا في الليفر، او الليفر هو المسؤول زي ما انت بتقولي كده، بينزل الصفر او العصاره الصفراويه. قال لي فاتي اسيد كان بي ابسوربت ثرو ذا villi. طبعا زي ما بقيه الاكل حصل له ابسوربيشن في السمول انتستين، الفاتس هي كمان حصل لها ابسوربيشن في السمول انتستين، وبعد كده عدت من الفيلاي، بعد كده راحت للسيركيولاتري بلاد. تمام، يبقى زيها زي الكربوهيدرات في الاخر برضه حصل لها ابسوربيشن. في اي مشكله في الفاتس؟ لا. تمام، نكمل. ناخد بقى البروتين، البيج بوس بتاعه، او اهم حاجه فيهم بمعنى صح، او اهم حاجه ممكن الانسان ان هو ياكلها. قال لي you have learned that protein are base structure component of the cell. هو اهم حاجه بتبني لي الخلايا بمعنى صح، او بتكون جسم الانسان، اللي هو البروتين. بتكون حاجات زي ايه؟ زي الانزيم، وزي الهرمونز، وزي نيترو ترانسميتر. يعني ايه نيترو ترانسميتر؟ اللي هي النواقل العصبيه اللي موجوده عندي في البرين. انتي ممبرين ريسبتورز. كنت لسه بقول لك عندي حاجه اسمها السيل ممبرين اللي هو موجود في الانيمال سيل او في البلانت سيل. البروتين ده موجود جواه عشان يعمل ممبرين ريسبتورز، بيكون مستقبل للمواد اللي ما بتعرفش تدوب في الخليه، فهو بياخدها يدوبها في الخليه. قال لي just a few important protein in the body during digestion. المرة اللي فاتت خدنا البروتين بيحصل له بريك داون فين، ومين الانزيم المسؤول عنه؟ البيبسين. تمام، المكان بقى فين؟ البيبسين مكانه فين؟ السمك. ستومك. ماشي، شطورة. يبقى البروتين عندي بيحصل له بريك داون انتو امينو اسيد، بيتكسر من بروتين لامينو اسيد لاصغر وحدة. فين بقى؟ قلنا في الاستومك باي بيبسين او انزيم كولد بيبسين. بعد كده بيروح للسمول انتستين. السمول انتستين تعمل له ايه يا ملاك؟ نفس اللي حصل للكربوهيدرات والفاتس، هيحصل له ابسوربيشن. وبعد ما يحصل له ابسوربيشن، هي الجسم هيحمله او البلاد هيحمله للبلاد ستريم، وبعد كده يروح للايه للسيركيولاتوري سيستم. نفس الكلام بالظبط. قال لي these body cells recombine and resemble the amino acid into protein needs for body structures. جسمنا ما بيحرقش، يعني لو خدت بالك يا ملاك واحنا بنشرح الكربوهيدرات واحنا بنشرح الفاتس، لاحظت ان احنا قلنا انه بيحصل لها بيرنينج في الهيومن بودي، يعني بيحصل لها احتراق في جسمنا. بس البروتين قال لك لا، ما بيحصلوش البيرنينج، امال بيحصل له ايه؟ قالك جسمك بيعمل له زي اعادة تشكيل، زي الريسايكل كده يا ملاك، عشان needed for body structure، عشان يبدأ يكون لك السيلز ويكون لي كل حاجة موجودة عندي في جسمنا. تمام.
تمام. بعد كده بيقول لي هنا the human body can produce the human body can produce 12 of 20 amino acid need for cellular function. جسمك بصي هفهمك الجزئية دي. البروتين لما بيحصل له بريك داون بيحصل له بريك داون لحاجة اسمها امينو اسيد. طب النمبر اوف امينو اسيد، انا عندي كام امينو اسيد موجود في جسمي او عددهم كام؟ تفتكر عددهم كام؟ من 12 ل20. جسمي بيكون من حوالي 12 ل 20 امينو اسيد. الامينو اسيد دول بيتكونوا بقى مع بعض، يرجع يحصل لهم اعادة تشكيل تاني او ريسايكل تاني. وبعد كده يحصل ايه بقى يا ملاك؟ يبداوا يكونوا عندي انسجه يستخدموا في الايه، في السيلولار فانكشن. قال لي essential amino acid are the 8 amino acids. اهم امينو اسيدز فيهم كلهم عددهم 8. that the body can't produce. بصي كده، انا جسمي بيكون تو... 12 امينو اسيد. ماشي يا ملاك؟ ايه. في منهم كده ناقص كام؟ ناقص 8 صح؟ جسمنا ما بيقدرش يكون التمانية دول، امال بيجيبهم منين؟ انت جسمك بيقدر يعمل 12 امينو اسيد بس، التمانية اللي ناقصين عشان يكملوا 20 بيجيبهم منين؟ جسمي بنتي بتاخديهم عن طريق الطعام. اي اكل بتاكليه جسمي بقى بيحصل من الطعام ده على التمانية او الايت امينو اسيد اللي متبقيين. فاهمه قصدي؟ ايه. تمام، عشان يبقى عددهم كلهم 20 او 20. طيب قال لك and most included a person diet، بيكونوا موجودين في الدايت او في النظام الغذائي بتاع الانسان animal products such as، مثلا اكلات موجود فيها البروتين such as الايج والفيش are resource of all eight essential ايه امينو اسيد. عشان تحصلي على التمانية امينو اسيد اللي باقيين، ممكن بيقولك يعني تاكلي ايج او فيش. دول اكتر آه حاجتين يعني بيحتوي عندي على الايت امينو اسيد. ماشي يا ملاك؟ كمان ممكن الاقيهم فين؟ في الفيجيتابلز، في الفروتس، في الجرينز. قال لك الجرينز هي كمان اللي هي البقوليات يعني contain amino acid but very few single plant food source contain all 8 essential amino acid. بس قليل جدا ما هتلاقي مثلا نوع واحد من الفاكهة او نوع واحد من الخضار فيه التمانية امينو اسيد مع بعضهم. ماشي كده؟ ايه. طيب ممكن الاقيه فين كمان؟ قال لي في البينز وفي الرايس، زي في الفيجر اللي قدامنا ده. كل الايه الامينو اسيدز ممكن نلاقيها في كل الاطعمه اللي احنا قلنا عليها دي. في اي مشكله في الجزئيه بتاعه البروتين او الكربوهيدرات او الفات؟ لا. طيب تمام. بعد كده قال لي في بقى حاجه اسمها او نظريه ثيريوي كده اسمها ماي بليتس، الطبق بتاعك. المفروض لو حد عايز ياكل اكل صحي يقسم الطبق بتاعه ازاي؟ عارفه كده اللي هي الفكره بتاعت ان احنا نحط كل اللي نفسنا فيه في طبق واحد يا ملاك، عشان ما يبقاش مثلا قدامنا طبق لحمة، طبق رز، طبق خضار، طبق فاكهة. فاهمة؟ هتاكلي ايه. كتير هتاكلي كتير. لا، فانتي هتعملي تقسيمة الطبق اللي قدامك دي. قال لي دي النظرية اسمها ماي بليتس، او دي اتعملتها اليونايتد ستيت عشان تجرب ايه، ان الناس تاكل او تاكل اكل صحي وتاكل كل اللي نفسها فيه بس بكميات قليلة. هنقسم الطبق ازاي؟ قال لي 30% هيكون جرينز، و30% هيكون فيجيتابلز، و20% فروتس، و20% بروتين. يبقى 30% جرينز بقوليات او حبوب يعني، 30% خضار، 30% فاكهة، و30% بروتين. عندي with a small side such as yogurt cup or glass of skill milk. وممكن تاخدي جنبهم حاجة صغيرة كده زي مثلا كوباية زبادي او حاجة. طبعا لما تحطي الفروتس والفيجيتابلز والبروتين والجرينز كلهم او الكربوهيدرات كلهم في طبق واحد، انا هاكل من كل حاجة بس هاكل كميات قليلة. وفي نفس الوقت جسمي هيبقى حصل على كل العناصر الغذائية في وجبة واحدة يا ملاك. فهمتي قصدي؟ يعني أنا مثلا ما اقعدش أكل في وجبة واحدة بروتين بس، أو ليبيدز بس، أو كربوهيدراتس بس. لا، أنا آكل فروتس واخد مينرالز واخد فيتامينز واخد كربوهيدراتس وليبيد
وبروتين في ايه، في طبق واحد او في وجبة واحدة. ده اللي هو عايز يقوله لك، فاهماها كده؟ كيف؟ تمام. طيب بعد كده هندخل على حاجة اسمها الفيتامينز اند مينرالز، الفيتامينات والمعادن. قال لي بالإضافة للكربوهيدرات والبروتين، جسمك كمان محتاج فيتامينز اند مينرالز. طيب الفيتامينز دي تعريفها ايه او الديفينيشن بتاعها؟ قال لي are organic components that needed in a small amount of metabolic activity. الفيتامينز دي جسم محتاجها بس بكميات بسيطة جدا يا ملاك، يعني ما ينفعش نكتر منها. زي ما احنا لسه بنقول، اي حاجة تزيد عن حدها تتقلب ضدها. يعني ايه الفيتامينز جسمي محتاجة بس ما بيحبش ياخد منها كميات كبيرة، لما بياخد منها ايه؟ قال لي small amount of metabolic activity عشان يعمل الوظائف بتاعته. قال لي ميني فيتامينز help enzyme function properly. بعض الفيتامينز بتساعد الانزيم عشان يعمل الايه الفانكشن بتاعته. قال لي some vitamins are produced within the body. جسمي بينتجها، في بعض الفيتامينز جسمي بينتجها. قال لي فيتامين دي، طبعا انت اكيد سمعت عن فيتامين دي او عارفه اهميته. قال لي is made by cells in your skin. الخليه اللي بتصنعه في جسمنا هي الجلد. ولو عايزه تحصلي على فيتامين دي تتعرضي للايه، للشمس. اكبر مصدر تحصل منه على فيتامين دي هو الشمس. طب فيتامين دي مهم لايه بقى يا ملاك، تعرفي عنه اي حاجة؟ إنه يقوي العظام. بالظبط، برافو عليكي. بيقوي العظام. فانا اهم مصدر اخد منه فيتامين دي، طبعا الجلد هو اللي بيحصل بيمتص اشعة الشمس. ففيتامين دي بيجي عندي من الشمس، وجسمي محتاجه. وقال لي صام بي فيتامينز، فيتامين بي كمان وفيتامين كي مهم جدا بروديوس باي بكتيريا ليفنج ان ذا لارج انتستين. احنا عندنا بكتيريا نافعة عايشة عندنا في الانتستين، بتنتج عندي فيتامين كي. ففيتامين كي مهم جدا لجسمي. قال لي هنا most vitamins can't be made by the body. معظم الفيتامينز مش بتتصنع من جسمي. امال انا بجيبها منين؟ بجيبها من الايه، باخدها فيتامينز في كبسولات زي ما احنا بنشتريها من الصيدليه كده كبسولات، او باخدها عن طريق الايه الفودز. وجسمي برضو بيصنع small amount of liver and fatty tissue of the body. الليفر هو كمان بيصنع لنا نسبة صغيرة جدا من الفيتامينز دي. قال لي other vitamins are water soluble and can't be stored in the blood. بصي الابليكيشن باقي فيه دقيقة او يقفل، فعشان لو قفل وانا بشرح. طيب بيقول لي some vitamins، بعض الفيتامينات دي ممكن يحصل لها soluble يعني بتذوب عندي في الدم يا ملاك، وبعض الفيتامينز مش بتذوب، بتتخزن في جسمي. ماشي. بعد كده قال لي foods providing an، يبقى احنا كنا بنقول ايه، كنا بنقول ان الفيتامينز دي component جسمي محتاجها بسمول اماونت. ليه؟ عشان الميتابوليك اكتيفيتي. قلنا عندي فيتامين دي، فيتامين بي، فيتامين كي، دول الجسم بيقدر ان هو ايه بروديوس يصنعهم. بس معظم الفيتامينز جسمي don't او didn't have ايه بروديوس، مش بيقدر ان هو يصنعهم. طيب بعض الفيتامينز يا ملاك بيحصل لها عندي absorb، او بيحصل لها ايه ووتر سوليبل، بتذوب عندي فين، قلنا في الميه. وفي فيتامينز تانية مش بيحصل لها ايه ذوبان في الميه، امال بتروح فين؟ قال لي هنا كانت بي ستور ان ذا بودي، جسمي بيبدأ ايه يخزنها. تمام كده. وطبعا قلنا معظم الفيتامينز بحصل عليها من الدايت بتاعي او من الايه البليت بتاعي اللي هو الطبق الغذائي بتاعي. ماشي. كيف؟ طيب بعد كده ندخل على حاجة اسمها المينرالز. طيب لحظة كده يا ملاك، ثواني. أوكي. بعد كده عندي حاجة اسمها المينرالز. ايه هي المينرالز؟ قال لي هنا are in organic component used by the body as building material. طيب هي المينرالز اللي هي المعادن جسم محتاجة هي كمان عشان بتشارك في البناء، في بناء الجسم يا ملاك. قال لي and they are involved with metabolic function. For example, the mineral ions is needed to make hemoglobin. عشان جسمي يكون الهيموجلوبين، عارفة الهيموجلوبين ده اللي هو ايه؟ هو طب ايه هو؟ شو اسمه؟ هيموجلوبين.
لا ما أعرف. طيب الهيموجلوبين ده، دي الداي او البروتين اللي بيخلي البلاد عندي لونه احمر. فالهيموجلوبين ده لما بتبقى نسبته عالية جدا عندي في الدم، بتبقى صحتي كويسة. الهيموجلوبين ده لما بتبقى نسبته روحي الهيموجلوبين ده لما بتبقى نسبته قليلة عندي في الدم، إيه اللي بيحصل يا ملاك؟ بيجيلي أنيميا. فالهيموجلوبين ده لازم عنصر مهم جدا في جسمي. مين اللي بيكونه؟ المينرالز هي اللي ايه اللي بتكونه. تمام كده. قال لي إيه. ريكول ذا اكسجين، قال لك ان الهيموجلوبين ده ليه فانكشن كمان. قال لك ريكول ذا اكسجين بايند تو هيموجلوبين ان ريد بلاد سيلز. هي او الاكسجين بيحصل اتحاد مع الاكسجين بيتحد مع الهيموجلوبين عشان يروح على كرات الدم الحمراء ويغذي الانسجه بتاعتي في البلاد سيركيلاتوري ايه سيستم. طيب مين المينرالز المهمه عندنا؟ عندي كالسيوم. قال لك الكالسيوم طبعا انت عارفه اكيد الكالسيوم مهم لايه؟ للعظام او للايه؟ للبونز. طيب بصي هنا شايفه الاقراص دي او الحبوب دي؟ إيه. دي بجيبها من الصيدليه عادي، بيبقى فيها ايه؟ بيكون فيها فيتامينز او ايه؟ او مينرالز احنا بناخدها. لو مثلا في اكل معين انا مش باكله مثلا زي السمك، فانا هيبقى عندي نقص فيتامينات ونقص مينرالز، فبروح مثلا اشتري الكبسولات اللي هي بتاعت الاوميجا 3 مثلا. على سبيل المثال، دي الاوميجا 3 دي مينرالز وفيتامينز انا بحصل عليها من السمك. فعشان انا مش باكل السمك ممكن اخد الايه الاوميجا 3 دي في شكل اقراص. طيب قال لي هنا فيتامينز اند مينرالز ار essential part of healthy diet، مهم جدا عشان النظام الغذائي بتاعي. on the next page list some important vitamins and minerals. اعمل لي الجدول كده وموريكي فيه الفيتامينز والمينرالز المهمة جدا. قال لي هنا and some food source that can provide this necessary nutrients over the counter vitamins and minerals. يا ماما ماما ماما. ماشي تعالي نشوفه كده. طيب المينرالز دي كمان مهمة جدا عشان الايه؟ عشان ما يحصليش اي illness او ما يحصليش اي disease. غير كده ان هي كمان مهمة للاطفال اللي جسمهم لسه بيتبنى، خاصة فيتامين د او فيتامين دي اللي احنا كنا لسه بنقول عليه ايه يا ملاك. فيتامين دي مهم جدا عشان الايه؟ عشان العظام، وعشان ما يحصلش للاطفال حاجة اسمها ريكتس. ريكتس دي اللي هي الكساح او لين العظام. عارفة الاطفال بيبقى عندهم لين عظام او كساح؟ إيه. بيبقى عندهم ريديوس ان فيتامين دي. بيبقى عندهم نسبة يعني فيتامين دي نسبته قليلة جدا، عشان كده لازم ايه؟ يحصلوا عندي على فيتامين دي فروم ذا سان لايت او ايه ياخدوا كبسولات. تعالي بقى نشوف الجدول اللي قدامنا. غير كده كمان فيتامين دي مهم جدا عشان الثيرويد جلاند. طيب بصي هنا كده عندي ايه الجدول. الجدول ده؟ شايفه في ايه؟ جايب لك مثلا اول حاجه فيتامين اي، وجايب لك الفانكشن او المين روتس بتاعته. قال لي هنا ان هو مهم عشان الفيجن، مهم جدا عشان الرؤيه. عارفه كده في مثال عندنا في مصر احنا بنقول ايه؟ اكل الجزر يقوي النظر. صح؟ انت اكيد عارفاه. إيه. عارفه ليه؟ عارفه ليه اكل الجزر بيقوي النظر؟ هو فعلا الجزر بيقوي النظر، بس مش عشان هو جزر، عشان هو فيه فيتامين اي. وفيتامين اي ده مهم جدا للكورنس اوف ذا اي، مهمة جدا. في تشريحيا كده العين فيها حاجة اسمها كورنيا. الكورنيا دي اللي بيبنيها فيتامين اي، وفيتامين اي موجود اكتر في الجزر، فاحنا بنقول الجزر بيقوي النظر عشان فيتامين اي اللي موجود في الجزر. ممكن تلاقي كمان فيتامين اي في الكبدة، لو مثلا انت بتاكل الكبدة بتلاقي فيها فيتامين اي نسبته عالية. ماشي، مهم جدا عشان البونز وعشان السكن وعشان الفيجن الرؤية، ان انا يبقى نظري كويس. فيتامين دي طبعا احنا عارفين مهم للبونز وللتيس للأسنان. فيتامين او كالسيوم او المينرالز زي الكالسيوم. الكالسيوم مهم جدا، قال لي فور تيس اند ايه، وعندي في النيرف كونديشن، وقال لي concentration اوف muscles. طيب فيتامين او المينرالز اللي هي بي اللي هي فوسفورس مهمة في ايه؟ قال لي strengthening of teeth and bones، قوة العظام والأسنان. طب المغنيسيوم مهم في ايه؟ قال لي هنا synthesis of protein. طيب عندي الحديد مهم في ايه؟ قال لي synthesis of hemoglobin عشان يعمل لي هيموجلوبين الدم عشان انا ما يجيليش انيميا. السي يو اللي هو النحاس
قال لي سنسز اوف هيموجلوبين، بيكون لي برضو الهيموجلوبين. الزنك هيلسنج اوف ووندس، عشان الأربطة والأوتار اللي في جسمي. الكلور بالانس اوف ووتر، بيعمل بالانس للووتر سوليبيليتي اللي موجودة عندي في السيل وفي البلاد. اليود قال لي سينسس اوف ثيرويد هرمون، عشان يكون لي ثيرويد هرمون اللي موجود عندي في الثيرويد جلاند. الصوديوم طبعا عارفين ان هو مهم جدا في البالانس اوف بي اتش وفي النيرف كونديشن. عندي بعد كده البوتاسيوم قال لي نيرف كونديشن وكونسنتريشن اوف ماسلز. ماشي يا ملاك، دي بعض الأمثلة كده جايبها لك، هي مش عليك حفظ بس تعرفيها، فاهماني؟ ايه. نرجع تاني للفيتامينز. عندي فيتامين اي. اي حد بيشتغل في السكين كير تلاقيه دايما بيقولك خدي حاجات فيها فيتامين اي. فيتامين اي مهم جدا حتى للسكين، للبشرة وللجلد وكل حاجة. ليه؟ بيعمل نضارة فيها، غير كده ان هو بيعمل استريننج اوف ريد بلاد سيل ممبرين، بيقوي عندي الممبرين بتاع البلاد سيل. عندي هنا فيتامين بي 2 قال لي في الميتابوليزم. قال لي الفوليك اسيد، الفوليك اسيد ده اللي هو حمض الفوليك اللي بنحصل منه من الفول السوداني، بنجيبه من الفول السوداني، مهم جدا 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 يا ملاك لأي طفل لسه بتكون. اي مثلا واحده بريجنانس حامل لازم تاخد فوليك اسيد، عارفه ليه؟ عشان الفوليك اسيد ده بيساعد على تكوين البلاد سيلز، الخلايا بتاعه الدم، والنيرفس سيستم بتاع البيبي كله، وفورميشن اوف دي ان اي ار ان اي. يعني اهم حاجه اصلا في الانسان اللي هي الجيناتيك ماتيريال، فاهماني؟ ايه. طيب بعد كده عندي السلامين اللي هو بيعمل ميتابوليزم اوف ايه كربوهيدرات. بعد كده عندي البي بي 3 للميتابوليزم، والبي 6 للميتابوليزم بتاع الامينو اسيد. وبي 12 قال لي هنا فورميشن اوف ريد بلاد سيل. وفيتامين سي طبعا اللي احنا بنجيبه من البرتقال واليوسفي والليمون، ده بيقول لي فورميشن اوف ايه كولاجين، بيحفز الكولاجين اللي موجود في البشرة. عارفة زي لما بتشتري سيرم، السيرم اللي احنا بنستخدمه على البشرة، بنجيب سيرم بفيتامين سي صح؟ ايه. طيب او اي غسول بنستخدمه، الحاجات دي بيبقى بيحتوي عندي على فيتامين سي. ليه بقى؟ عشان بيحفز الكولاجين اللي موجود عندي في السكن بتاع ما يفيق بتاع الوجه يعني. فايه اللي بيحصل عندي؟ بحس ان وشي فيه نضارة كده. فكل ما باكل فيتامين سي كل ما بيبقى عندي كولاجين في جسمي ايه بنسبة كويسة. تمام. بعد كده ايه اللي قدامي ده؟ اي حاجه بتشتريها في الدنيا يا ملاك بيبقى عليها حاجه اسمها نيوتريشن ليبلز. ايه النيوتريشن ليبلز دي؟ بيبقى مكتوب لك فيها نسبه الكربوهيدرات، نسبه الشوجر، الليبيد، الفاتس، البروتين، الامينو اسيد، بيبقى مكتوب لك فيها نسبه الفيتامينز، فيها مواد صناعيه ولا لا، فيها الوان صناعيه ولا لا، ايه نوع المنتج، وزنه، او هو كام لتر، الباكج بتاعته اتعملت فين، كل المعلومات صح كده. مش احنا اوقات مثلا بنبقى عاملين دايت لما بنيجي نشتري حاجه نبص ورا الاول نشوف فيها كام كالوريز، او لما نيجي ناكل حاجه حلوه نشوف فيها كام كالوريز صح؟ من خلال ايه. النشرة اللي بتبقى موجودة على أي منتج غذائي لازم تكون موجودة، لأن بيكون عليها الإكسباير بتاعها برضو. فأنا لازم أبص على تاريخ الصلاحية وتاريخ الانتهاء بتاعها عشان أشوف الحاجة اللي أنا باكلها دي كويسة ولا فيها مشكلة. فدي بقول عليها نيوتريشن ليبلز. نيوتريشن ليبلز دي بتبقى موجودة عندي على كل المنتجات الإيه الغذائية، وبتفيدني في كل المعلومات اللي بتحتوي عليها المادة دي. في أي مشكلة لحد دلوقتي في الشرح؟ لا. شوف اللي بعده. كده الدرس خلص. شوفي بقى لو في حاجة مش فاهماها، وباقي 5 دقايق في الحصة، فمش هقدر أبدأ في حاجة جديدة. هيبقى عندنا الاندوكراين سيستم هناخده الحصة الجاية إن شاء الله. ان شاء الله. أنت عارفة أنت منهجك ممكن يخلص كمان حصتين؟ مم. مش أنت عندك ما عندك يعني آخرك في المنهج الاندوكراين سيستم، ولا عندك ايه. الريبرودكتيف سيستم؟ الحين ما ادري والله، ما خبرونا انه شو اخر، طب ممكن انه في تبقي. دروس يحذفونها. أيوة، ما عشان كده بسألك، عشان آخر الكتاب الريبرودكتيف سيستم، فأنا عايزة أعرف هو عليكي ولا محذوف. فممكن تبقي تسألي لي المعلمة في المدرسة. اوكي. ماشي، والمرة الجاية هنبدأ إن شاء الله في الاندوكراين سيستم. شوفي لو ان في شاء الله. باقي لك بما يرضي الله 5 دقايق في حاجة مش فاهماها في الدرس أشرحها لك تاني.
لا، لو في شيء إنه ما قدرت أفهمه بكلمك على الواتساب. خلاص ماشي يا ملاك، ان شاء الله. خلاص ان شاء الله نتقابلوا على خير الحصة الجاية، وتكوني ذاكرتي الدرس ده عشان اسألك فيه قبل ما ابدأ الحصة. إن شاء الله. ماشي يا حبيبي، اشوفك على خير ان شاء الله. ماشي ماشي، سلام عليكم.